سلام عليكم فانيلياتي، يا رب دايما تكونوا بألف خير. استكمالا لسلسلة فيديوهات الألوان على الكريمة زي ما عملنا قبل كده مع بعض، النبيتي بدرجاته والأخضر بدرجاته والكحلي بدرجاته والموف بدرجاته والأورنج كمان بدرجاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض البني والبيجات بدرجاتهم. هسيبلك بأمر الله لينك كل الدرجات دي تحت في صندوق الوصف. تعالي النهاردة نشوف فيديو النهاردة بيقول ايه. أول حاجة أنا هشتغل هنا على كريم شانتيه، هشتغل بلونين بني وأصفر. هحط بني وهحط أصفر على كريم شانتيه. هقلب كويس كويس البني مع الأصفر. حطيت بني درجة واحدة وأصفر درجتين، قلبت كويس كويس. هبتدي اخد الدرجة اللي معايا دي فاتحة شوية، لا هزودها، هزود بس بني كمان شوية عشان خاطر يديني الدرجة، وبعدين هاخد الدرجة دي. الدرجة دي اسمها بني كموني. البني الكموني درجة من درجات البني، بتلعب في خط ألوان بيجي من البني والأصفر. هزود هنا سنة أصفر كمان، وبعدين أزود اللون الأبيض اللي معايا عشان اخد الدرجة الأفتح شوية. هتلاقيني في الفيديو كله بفتح بالأبيض علشان اخد الدرجات الفاتحة. أول لون دايما هيطلع معايا هو اللون الغامق السك، اللي ممكن لما تشوفيه تقولي لا ده مش بني من كتر ما هو غامق. تاني درجة هاخدها معايا هنا هي البني المستردة. يبقى أنا لما بفتح في البني الكموني بيديني البني المستردة. كل شوية هفتح بالأبيض علشان خاطر اخد الدرجة الأفتح منه شوية. اخد الدرجة دي اللي هي الأصفر الرملي. مش مهم خالص تعرفي أسامي الدرجات، لكن بتعمل لك شوية إثراء كده في الإيه في التغذية السمعية والبصرية يعني. بس أهم حاجة تعرفي خط الألوان جاي منين. الدرجة دي جاية من إيه؟ جاية من بني وجاية من أصفر. كل ما هتفتحي في الألوان هتاخدي الدرجة الأفتح منها، عشان لما تشوفي تورته وتقولي أنا عايزة آخد الدرجة دي تبصي في الباليتة اللي معايا وتشوفي الدرجة بتاعتك دي أنهي واحدة في خط الألوان جاية من إيه، فبالتالي تعرفي تجيبي الدرجة بالظبط، ما تبقاش حاجة مقاربة ليها. هنا برضو ابتديت برضو أفتح شوية شوية بالأبيض لغاية لما هاخد الأوف وايت المصفر. أوف وايت بس داخل على أصفر شوية، مش الأوف وايت البيج. أوكي، لغاية آخر درجة خالص هاخدها هتبقى أوف وايت فاتح اللي هي الدرجة دي. ويبقى أنا كده خلصت الدرجات دي من خط الألوان بتاع البني والأصفر. هنا بقى هحط مستردة وبني أو أورنج وبني، يعني اللون ده يا إما مستردة وبني أو أورنج وبني هيديكي نفس الدرجات. هزود بس شوية أورنج تاني وبني علشان خاطر اخد درجة أغمق شوية، فلما فتح يبقى معايا درجات كتير. هقلب كويس قوي لغاية لما اخد البني الغامق. البني الغامق ده بني بس مش محروق، هو مجرد بني غامق. لما هفتح فيه شوية شوية هبدأ اخد الأكر. الأكر اللي هو اللون بتاع الخوص، بيبقى بني كده بس بني غريب، ده اسمه اللون الأكر. كل ما فتح فيه شوية شوية هبتدي اخد منه البني الفاتح، وبعدين افتح فيه شوية كمان يبتدي يديني السمني. السمني بيبقى اغمق شوية من البيج واغمق شوية من الاوف وايت. هبتدي احط ابيض شوية واقلب كمان فيديني الدرجة الافتح بس من خط الالوان ده. كل ما هفتح فيها هتديني درجة أفتح لغاية لما أوصل للبيج الفاتح، أو اللي احنا بنسميه كده عندنا يعني في مصر الفانيليا لاتيه، اللي هو اللون بتاع الدهانات الحلوة قوي قوي الفاتح قوي، اللي هو الرايق اللي بيلعب في حتة تانية لوحده كده. تعالوا هنا بقى نعمل درجة تانية خالص. معايا بني، معايا أصفر، معايا سنة أحمر صغيرة، وكمان سنة أسود صغيرة. يبقى بني وأصفر، هدخل معاهم أحمر وأسود، ولما الأسود زاد مني شلت حتة منه. هقلبهم كويس قوي قوي قوي. هتلاقيه اداكي زيتي. ايه ده يا روعة، ده زيتي، ده ملوش علاقة بالبني، اتقالي يا فانيليا. هحط هنا كمان أحمر وأقلب كويس كويس علشان يبتدي يديني درجة أغمق شوية. لسه مش هي دي الدرجة اللي أنا عايزاها. هحط أحمر كمان، وكمان هحط نقطة من البني. أقلب كويس كويس كده، لسه هحط بني علشان أظبط الدرجة يعني. هحط نقطة كمان أهو من اللون البني. تمام، زودت كمان نقطة بني علشان يعني أظبط اللون قوي. اديني بقى الدرجة الجملي بتاعت ايه، بتاعت الشنطة الجملي، بتاعت الحزام الجملي، بتاعت اللون الجملي التحفة جدا جدا ده. كل ما هفتح معايا بالابيض هتظهر قوي الدرجه اللي انا بقولك عليها، اللي هي درجه الجملي بتاعت الاحذيه والشنط وكده.
كل بقى ما هفتح فيها هيبتدي يدخل معايا درجة جميلة قوي اللي هي درجة العسلي. دي درجة اللون العسلي. كل ما هفتح في العسلي كمان هبتدي اخد الدرجة الافتح منه اللي هي البيج. البيج اللي هو بدرجته الغامقة شوية. هفتح شوية كمان ابتدي اخد البيج الافتح منه لغاية لما اخد الدرجة دي. هاخد الدرجة اللي بعدها وافتح كمان هيبتدي يديني درجة الاوف وايت او سن الفيل. سن الفيل افتح كمان من الاوف وايت. هاخد الدرجة الافتح اللي هي دي اسمها سن الفيل لان بتبقى عاملة شبه اللون بتاع سن الفيل يعني. باخد الدرجة دي. طيب تعالي بقى نشوف الهدية بتاعة الفيديو. ازاي تعملي لون بني من غير ما يكون عندك لون بني اساسا. هحط اصفر، هحط احمر، كمان هحط ازرق. اصفر، احمر، ازرق، هيديني ايه؟ هيديني لون بني بجدين. بصي هنقلب كويس قوي 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 قوي. اول حاجه هيديكي اخضر، ما تتخدعيش، انت هنا محتاجه تزودي احمر، محتاجه تدخلي احمر زياده، يبقى احمر بنسبه كبيره، ازرق اقل شويه، اصفر اقل شويه. اقلب كويس يديني الدرجة السك للون البني اللي هي البني المحروق، البني الاساسي اللي اجيب منه كل درجات البني الفاتحة والبيج والاوف وايت. دي اول درجة من درجات البني المحروق. كل ما هبتدي افتح فيها كل ما هتديني درجة بني افتح شوية. يعني الدرجة البني دي اللي هي درجة بني الشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الملك، كل ما فتح شوية ابتدي اخد الدرجة الافتح اللي هي درجة النوتيلا، نفس درجة النوتيلا. افتح شوية يبتدي يديني الكاكاوي، دي بقى درجة الكاكاوي. واخر درجتين 3 فيه بيديني البني الفاتح. الدرجة دي ما بتدينيش بيج، بتديني بنيات لان اللون الاساسي بتاعها البني المحروق. بس كده يا ستي، انا كده خلصت فيديو النهارده. يا رب يا رب يا رب يكون فيديو مفيد ليكي ويعرفك على كل درجات اللون البيج والبني وتعرفي ازاي تعملي اي تزيين لتورته محتاره في لونها. ما تنسوش ابدا ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. صباحكم دايما زي الفل.